بإذن الله تعالى. توقعات للمغرب للبرتغال إن شاء الله إن شاء الله 2-0 بإذن الله تعالى، لأنه دول رجالة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يوفقنا إن شاء الله ونتعدى العقبة دي بإذن الله تعالى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن يوم نهار جمعة، نهار جمعة مبارك. نتمنى من كل قلبي كل المسلمين في أقطار العالم تدعي في صلاة الجمعة بالفوز للمنتخب المغربي الذي رفع اسم العرب عاليا، ونتمنى الفوز للقبة العربية، ويحيى الملك الذي تفخر فيه القمة العربية جمعاء. يعيش الملك وتعيش المغرب. أنا لبناني مقيم في المغرب وقلبي مغربي. أتمنى من كل قلبي الصلاة يوم الجمعة للفوز، وأتوقع الفوز، ويحيى الملك ويعيش المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا اللي كنت معكم المرة اللي فاتت الفلسطيني، والحمد لله ربي ما خيبش دعائي وربح المغرب، وعن جدارة واستحقاق. وأي واحد بشكك في جدارة المنتخب مع احترامي راح يكون يعني هو مش كتير بفهم في كرة القدم، لأنه لعب خطة دفاعية رائعة 100% ونجح فيها، والحمد لله ربنا وفقهم. وإن شاء الله المباراة الجاية بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله راح نربح، وأنا أتوقع النتيجة راح تكون يا 2-0 يا 3-1 والله أعلم. وببارك للشعب المغربي كله، ومهما أوصف لكم فرحتي وفرحة أهلي في فلسطين لو تشوفوها راح تعرفوا كيف إحنا بنحبكم. برجع وبحكي كلمة حكيتها، إنه التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ودعائنا كلنا لازم يكون مع المنتخب، لأنه إحنا المجهود بيكون عليك، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله رابحين هذا، وإن شاء الله رح نوصل للنهائي، وإن شاء الله رح ناخذ الكاس، ورح تتذكروا كلامي، ورح نفرح مع بعض، والله يفرحكم دايما، وخلوا دايما فلسطين في قلبكم، لأنه أنتم كمان في قلبنا. الله يجمعنا دايما على الخير وعلى المحبة إن شاء الله.